عادة الناس أن يتكلموا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلام يعرفه أكثر الناس، لكني أريد أن أتكلم عن الهجرة بكلام عملي يستند إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنحمل الجماهير على التلبس بمعنى الهجرة. فالهجرة أصلها الترك، فما هو الذي يجب على المسلمين أن يتركوه في هذه الأيام؟ ولست أرى زمانا الهجرة فيه أوجب مثل هذا الزمان. أصل الهجرة الترك، يطلب منهم أن يتركوا عقائد فاسدة ومعاملات فاسدة، ومطلوب منهم أن يتركوا العمل بأرضاء الفقه. وفي سنن النسائي وأحمد بإسناد قوي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. هجرتان، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: هجرة البادي وهجرة الحاضر. البادي الذي يسكن البادية، والحاضر الذي يسكن الحاضرة اللي هو المدينة. أما هجرة البادي فإذا استنفرت نفرت، يعني عليه السمع والطاعة، إذا قيل له تعال يأتي، وإذا أمر ائتمر. هجرة الحاضر فهي أعظمهم بلية وأعظمهم أجرا. إن الهجرة اللي بتاعت المدينة إنما كانت من الصحابة الذين تركوا مكة إلى المدينة، تركوا ديارهم وملاعب صباهم وتركوا أموالهم وفارقوا الأولاد والنساء. هؤلاء كانوا أعظم بلية لكنهم أعظم أجرا. وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله ورسوله، وهجرة عما يكره الله عز وجل، هجرة من الذنوب وهجرة إلى الله ورسوله. تنقطع الهجرة ما قبلت التوبة، زال التوبة مقبولة حتى تشرق الشمس من مغربها. إذا خرجت الشمس من مغربها ختم على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، عدش العمل له قيمة، خلاص لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إذا خرجت الشمس من مغربها. إذا قرن صلى الله عليه وسلم الهجرة بالتوبة، ده معناه إيه؟ أن الهجرة التي تدوم ولا تنقطع هي الهجرة من الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هجرة مربوطة بالتوبة، فكل رجل يخرج من معصية إلى طاعة فله حظ من لقب المهاجر، وكل رجل يغادر بدعة إلى سنة حتى لو خرج من أرض البدعة إلى أرض السنة فهذا مهاجر. وهذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة. الهجرة الواجبة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه انقطعت، كما في حديث ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا ذا مرتبط أيضا أو بمثل معناه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، لأن أي بلد من بلاد المسلمين يعتدى عليه ويطلب النجدة فعلى جميع المسلمين القادرين على الوصول من الدول الإسلامية أن يذهبوا. بلد المتاخم إن عجز فالمتاخم، إن عجز فالمتاخم، إن عجز، حتى يشمل بلاد المسلمين جميعا. عايزين بقى نقول من جملة الهجرة أن يهجر المرء الاعتقاد الفاسد إلى الاعتقاد الصحيح، والسلوك الفاسد إلى السلوك الصحيح، والفقه الفاسد إلى الفقه الصحيح. يهجر البدعة إلى السنة ويهجر المعصية إلى الطاعة.